السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة قلب التالتة شمال. أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع منتخب غانا ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية أو المجموعة ب، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وتختتم يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024. يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق في تمام الساعة 7 مساء من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ثم الصدام مع منتخب غانا في لقاء مرتقب جدا بالجولة الثانية، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساء من يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، على أن ينهي منتخب مصر مبارياته في المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر في تمام الساعة 10 مساء من يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024. مع العلم أن كافة مباريات المجموعات في بطولة أفريقيا ذهاب فقط، وتقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أفريقيا على ملعب فيليكس بمدينة أبيجان، وهو الملعب الذي يتسع ل 33 ألف متفرج. ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب طال للفراعنة لمدة 13 عام، والعمل على إضافة النجمة الثامنة إلى دولاب بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة. كل التوفيق لمنتخب مصر والعودة بالبطولة إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.